حلمي، يا نعم. انت حكيت لي حكايه جميله قوي وعملت شغل جامد على كل مواقع التواصل الاجتماعي، بس تصويرها كان نص نص كده. عايزين نعرف حكايه البنت اللي كان جاي لها عريس يتقدم لها، ايه اللي حصل؟ بس بالراحه كده واحكي لنا بقى. كان جاي لها عريس يتقدم لي. خطيبها اللي كان بيقعد يقعد عندها دي، اللي ابوها قال له اللي هو بتاع اه بتاع الميه والنار والبتاع ده. اه صلى على حضرة النبي عليه الصلاه والسلام. كان فيه واد شاب حدق كده، اه كل يوم يروح يقعد عند واحد ابوها بيقعد يولع النار كده. علي صوتك. وبعدين فالراجل اتضايق، لا بيخطب اه ولا بيمشي عشان عريس تاني يخش ياخد البيت. اه فقال له يا ابني انت جاي هنا ليه؟ قال له انا بحب بنتك. قال له طيب مهر بنتي تقول لي الماء ده ايه؟ بتقول ايه على النار؟ الماء اللي في البراد، الماء اللي في الكنكه. في الكنكه على النار. على النار. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اه قال له كده؟ قال له اه. قال له طيب، وقام سايبه ماشي. مم. قعد يومين ثلاثة أربع أيام أسبوع ما يجيش. فالبنت قابلته قالت له ايه يا حبيبي؟ إن كان غيرنا حيلة وإحنا اللي مررني الله يمليك بهم خير وإحنا على بعدك يصبرنا. قال له أبوك مجنون. قالت له ليه؟ قال لها ده بقول لي المايه دي بتقول إيه؟ أنا عارف المايه بتقول إيه؟ أنا عارف المايه بتتكلم. قالت له طيب ما عليك. فقامت راحت جت العصر وقامت رايحة مولعة النار. وحطت الكنكة وقعدت توطي على النار كده. توطي على النار. فقام أبوها قال لها البنت دي اتهبلت ولا إيه؟ هي بنت مالك؟ قالت له يابا المايه دي عماله تقول كلام وانا مش عارف افسر. قال لها يا بنت المايه بتقول اسايا مني وابي وانا اللي في الوادي جريت خلفت عشب وحطب وبنار كويت. قامت راحه جري قايله لمين؟ سبع البرمب. قايله لسبع البرمب. الخطيب اخر النهار لبس الحته الزفره ودليته جاي يجري. ساعه الراجل ما شافه افتكر ان هو قايل لبنته الكلام العاصر. فقال له انت جبت المهر يا ابني؟ قال له ايوه. قال له المايه بتقول ايه؟ قال له بتقول اسايا مني وابي وانا اللي في الوادي جريت خلفت عشب وحطب وبنار كويت. قال له لا يا ابني ما بتقولش كده. قال له امال بتقول ايه؟ قال له بتقول اسايا مني وابي وانا اللي بلساني حكيت. واللي حكيت له حكى لك يا ريتني ما حكيت. الولد بقى اللي راح خطب بنت عمه، اللي خطب بنت عمه وما كانش طبعا عارف قيمتها، في ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ انا عايز ايه الموضوع؟ الراجل الفقير قوي والراجل الغني قوي. ده هم جوز اخوات. ايوه. واحد ربنا ساعده. ايوه. وواحد ربنا تعسه. اللي ربنا تعسه ده عنده ولد واللي ربنا ساعده عنده بيت. فهو في بلد بعيد عن اخوه. فالولد خلص تعليمه وبقى تمام التمام وقال ايه اما اروح اقعد عند عمي يومين اشتغل عنده اعمل اي مصلحه. فشاف البت عجبته وهو عجب البت حبوا بعض. فقال له يا عم انا عايز اتجوز بنتك. قال له يا خرابي ده انت لحم، ده انت دم، ده الدم اللي بيجري فيك هو اللي بيجري فيه. يبقى انت تاخد بنت هديه ليك. وقام محمله وقام عاطيله كل حاجه وقام واخد الايه؟ عاطيله ايه بقى؟ عاطيله جمال وحمير وبهايم وغنم وفلوس وفلوس وكل حاجه. عمل له كله واداله فلوس واداله حاجات كتير قوي. اداله عطيان يعني عشان يعيش بيها. اداله حاجه يعيش بيها طول العمر. وجوزوا البيت. وجوزوا البيت وكتب كتابه عليه. وهو ماشي في الجبل عشان يروح بقى. هي ركبها في الهودج على الجمل. وهو ماشي راكب المهره وماشي قدامها. والعبيد بقى طبعا سايقين الغنم والحاجات دي. فالجمل جري من هنا لهنا وقال سيبك منه ما انا معايا خير كتير اهوت ايه يعني. اهمل البيت. قالت له وقف استنى. قالت له نسيت حاجه عند ابويا لو كنت جبت ايه كانت ساعدتنا العمر كله. هي طبعا بتنكر عليها عشان ترجع. قال لها ارجع. اما رجع الحاجه تاني كلها. على ما رجعها والبت بقى ابوها بيسالها بيقول لها ايه الاخبار؟ قالت له اهملني. قال لها ماشي. انت عايز تتجوز بنتي يا ابني؟ قال له انا اتجوزتها يا عم. قال له لا ده احنا عايزين بقى المهر وعايزين شبكه وعايزين. باع كل حاجه. باع اللي وراهم اللي قدام. باع ابوه باع كل الامور. ولما جه ماشي بقى اداله الجمل بتاع الهدى بس والمهره. وهو ماشي فجأة في نفس المكان الجمل عايز يجري. قام شدد اللي جنب بتاع الجمل وقال له استني ده ديها يا جمل ده ديها ده انا دافع دم قلبي فيه. فروح يا غالي تعالى يا غالي. سيبك من الرخيص. صحيح.